تفتكر امتى الروبوتات هتحتل العالم؟ الحقيقه ده كان اول سؤال يجي في دماغي اول ما ظهر الاي اي كرييشن. هو ايه ده اللي بيقدر يعمل تخيل بالذكاء الاصطناعي لاي حاجه مرئيه؟ كان الموضوع ساعتها جديد بس ما كانش بيخض. بس مع ظهور شات جي بي تي ادركت اننا على حافه النهايه. واو، تخيل ايه شيء موجود تقدر تساله وتتكلم معاه ويجاوب عليك، ومفيش مانع تخليه يخلص لك الاساينمنت اللي انت مزنوق فيه. وهنا انا جايلك بابلكيشن عبقري لو موجود على موبايلك يقدر يكون ليك اكسس الوصول لاغلب مواقع الذكاء الاصطناعي. وخد المفاجاه دي يا صديقي، الابلكيشن مجاني ومن اهم المواقع الموجوده على الابلكيشن شات جي بي تي. وحاجه اجمد، هو كمان موجود فيه شات جي بي تي فيرجن 4 اللي هو احدث حاجه نزلت اصلا. بس في مشكله صغيره قد كده، ان شات جي بي تي 4 الفرص فيه ان انت تستخدمه هم مرتين وبعد كده تضطر تدفع الابلكيشن. طيب بننزله ازاي؟ الموضوع بكل بساطه بتدخل الاب ستور وبتنزل البرنامج ده. بقى عندك صديق آلي على موبايلك يقدر يساعدك في اي وقت لو اتزنقت. وقبل ما الفيديو يخلص خليني اسالك سؤال اخير،